ياه، ده انتوا مش مفترين، ده انتوا أسوأ من مفترين. وبعد اللي شفناه امبارح من محمود قفا او وفا، ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ انا مش مصدق. اللي عمله الحكم محمود وفا او محمود قفا امبارح كان فظيع 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 في مجاملته لنادي الزمالك. بنالتي وهمية للزمالك، وهمية بنسبة 100%. ناصر ماهر عمل الغطس اللي زيزو بيعمله واللي غيره بيعمله. تيت بنالتي. قبل ما اقول لكم محمود وفا ده عمل ايه امبارح، اقول لك مين ده محمود وفا الاول. جالي الرسالة دي، هقراها لكم بالحرف الواحد من شخص اسمه هيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. معلومة يا دكتور علاء، حضرتك لما كنت بتقول ان معظم الحكام زملكاوية وبيجاملوا الزمالك ما كنتش بصدق كلامك. لما شفت الحكم محمود وفا في مباراة الزمالك وبتروجيت بصمت بال10، عشان انا عارف الحكم ده كويس جدا، ده جاري وصاحبي، ده جاري وصاحبي وزملكاوي جدا، وعيلته كلها زملكاوية. تحياتي ليك يا دكتور. دي مصر، دي مصر. حكم زملكاوي عيني عينك بيودوه لنادي الزمالك عيني عينك. وصلتني مكالمة مسربة من موبايل ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية. اسمع وابكي وتحسر. وصلنا لحد فين أو نزلنا لحد فين في زمن الزملكة السوداء لمصر. المكالمة بين ياسر إدريس اللي كان عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك وبين شخص كبير ما قالش اسمه، وما سمعناش صوته لأن اللي سرب المكالمة تعمد إنه يخفض صوت الطرف الآخر، طبعا لأنه خايف من الطرف الآخر. أول جملة: اطمن يا فندم مش هنعيد الماتش. تاني جملة: طبعا يا فندم أعلى مفخلهم يركبوه، ده على الأهلي. تالت جملة: لا يا فندم ولا هنبص في ورق ولا كلام فارغ من ده. آخر جملة: مش هيشوفوا ورقة يا فندم، اطمن القرار متاخد من أول يوم، بس احنا بنستوفي الورق. ده اللي حصل. الجملة الخامسة مش هقولها لغاية هنا، التسريب اللي هقوله الفضيحة. الجملة الخامسة فيها لفظ خارج من ياسر إدريس ضد النادي الأهلي وضد أحد المسؤولين الكبار في النادي الأهلي.